سلام عليكم. في الحر ده عايزين أكل سهل وسريع، ويا سلام لو يتاكل ساقع كده ويرطب على قلوبنا. هنعمل النهاردة المسقعة بطريقة صحية جدا. البتنجان متحمر حلو ومش شارب أي زيت خالص. هنقدر ناكل منها براحتنا بدون أي قلق على جسمنا أو نظامنا الصحي. كمان طعمها بجد لذيذ قوي وخفيفة جدا على المعدة. فعلا الاختيار المثالي حاليا في الجو ده. يلا نبدأ، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد بنزله. معايا هنا بتنجان رومي. لازم تنقوه خفيف عشان ما يكونش مبزر من جوه ويكون كمان طعمه حلو. غسلته كويس جدا وهبدأ أشيل الأجزاء الخضرا دي من فوق الأول. هنقطع الجزء الأخضر ده من البتنجان، وبعدين نبدأ نقطع البتنجان نصين بالطول. بصوا بقى البتنجان من جوه عامل ازاي، نضيف مش مبذر خالص وخفيف جدا. هحط النصين جنب بعض بالشكل ده كده، وبسكينة طويلة شوية هقطعهم مع بعض عشان ننجز في الوقت. بقطع البتنجان شرايح تخينة شوية مش رفيعة عشان ما ينشفش منكم. عايزة اوريكم شكله لما اتقطع. ده كده الحجم المناسب ليا. هكمل بقى تقطيعهم كلهم ونرجع تاني. ممكن بطريقة تانية نحط النصين فوق بعض كده ونبدأ نقطع. الفكرة بس اني بسرع نفسي شوية. جنب بعض او فوق بعض مش هتفرق كتير. هبدأ ارص البتنجان في صينية غير لاصقة، تيفال سيراميك اي نوع، المهم ما تكونش بتلزق. رشة ملح على البتنجان عشان ينزل ميته. مهمة جدا الخطوة دي عشان يساعد في السوى والبتنجان بتاعي يستوي بسرعة. وهجيب معلقة زيت زيتون واحدة، وبفرشة أبدأ أدهن بيها البتنجان كله بالشكل ده. اقلبه وادهن كمان الوش التاني، لازم ادهن البتنجان كويس قوي. وعلى الفرن بقى درجة حرارة 200 رف اوسط. وعلى ما يتحمر هنروح نحضر الصلصة بتاعتنا. معلقة زيت زيتون وننزل بتوم مفروم مع قرن فلفل. ولما لون التوم يبقى دهبي نزلت بصلصة الطماطم اللي حضرناها مع بعض قبل كده. الفيديو بتاعها ظهر دلوقتي وهسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف، تقدروا ترجعوا له في اي وقت. لو مش متاحة هنضرب طماطم في الخلاط بحبة مية صغيرين قوي. ومهم ما نسيبش التوم يغمق عشان ما يمررش. اول ما يبقى دهبي ننزل الصلصة على طول. انا هنا صلصتي مركزة وتقيلة فهخففها بشوية مية صغيرين. وعلى ما تاخد غلوة تعالوا بقى نبص على البتنجان. بصوا استوى واتحمر ازاي. هقلبه على الجهة التانية واسيبه في الفرن شوية كمان 10 دقايق كده. الصلصة هنا غليت، هحط لها بقى البهارات بتاعتنا. نص معلقة فلفل اسود، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة كزبرة، ونص معلقة من الكوبيبة الصيني بتدي نكهة مميزة جدا، انا بحبها قوي في الوصفة دي. نقلب بقى كل التوابل كده مع بعض ونسيبها تاخد غلوة كمان. ونروح بقى نشيل البتنجان من الفرن. بصوا خد لون من كل الجوانب ازاي، بجد تحفة. وبمعلقة زيت زيتون واحدة تعادل تقريبا 90 سعر. بدل ما نقليه ونغرقه في الزيت كده أفيد وأصح وأخف كمان. هنزل بيه على الصلصة وتقليبة بسيطة كده. ممكن نزود كمان فلفل رومي لو حابين. بدون تحمير ولا أي حاجة، هو هيستوي ويطرى مع البتنجان. ممكن تحطوه في الفرن شوية لو حابين. نوطي النار ونغطي ونسيبهم بقى مع بعض حوالي ربع ساعة. وهنا المسقعة جهزت معانا، شكلها يجنن بجد تفتح النفس. ويا سلام بقى لو تسقع كمان في التلاجة، هيبقى اي حلاوتها وهي باردة كده بتكون روعة. نقدر ناكلها مع عيش سن او توست بني. وممكن لو بتحبوا العيش البلدي، بس نحاول ما نزودش عن رغيف. خطيرة بجد واقتصادية كمان. سهلة وسريعة جدا، ما تاخدش اكتر من نص ساعة وتكون جاهزة. جربوها وما تنسوش اللايك والشير لحبايبكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد.